دي المعادلة اللي نعرفها كلنا من ربة المنزل لسيدة الأعمال ومن البقال للمحاسب. الإيرادات ناقص التكلفة تساوي الربح. منطقي. مايك ماكالوتس خد المعادلة دي وعمل فيها تغيير بسيط شرحه في الكتاب ده. المعادلة بتاعته الإيرادات ناقص الربح تساوي التكلفة. إيه اللي حصل؟ حاجة مهمة جدا. المعادلة الأولى بتخلي الربح محصلة أخيرة على نهاية السنة، يا تيجي يا ما تجيش. لكن المعادلة زي ما حطها ماكالوتس بتقول لأ، الربح هو الغرض الأساسي من مخاطرتك بفلوسك، علشان كده لازم تحجزه وتضغط على التكلفة وتعود نفسك على إنك تتعامل في حدود التكلفة اللي تخليك تربح وتستمر. علشان يشرح الفكرة أكتر حط 4 قواعد ربطها بسلوك إنساني بسيط جدا، سلوكنا مع الأكل. القاعدة الأولى: استخدم أطباق صغيرة. لو عندك حساب بنكي واحد أو مكان واحد بتحط فيه كل إيراداتك في البيت أو في الشغل، الحساب ده زي حلة الأكل اللي محطوط فيها كل الأصناف. ده مش صح، ما نقدرش ناكل فيها لأن الأكل هيبقى متلخبط، ولأن الإحساس بالوفرة بيشجع على الاستهلاك والتراخي، سواء في الأكل أو في الوقت أو في أي حاجة تاني. بيضرب مثل كده بنظام الأظرف اللي كانت الأمهات المدبرات بيصنفوا بيه الإيراد بتاع البيت، فتبقى حاطة ميزانية لكل حاجة وتلتزم بيها. ماليا نصيحته كالتالي: اخصم نسبة الربح من كل إيراد يجيلك وحطه في حساب خاص. اعمل حسابات فرعية من حساب الشركة وقسم عليها المخصصات كأنها أظرف. القاعدة التانية هي التتابع. لما بيتقدم لك الأكل في طبق واحد بتبدأ تاكل اللي انت عايزه مش المفيد ليك. في كل المطاعم الخضروات هي أكتر نوع الناس بتسيبه وراها، رغم إنها أكتر حاجة الجسم عايزها. نفس الحكاية بتحصل في إدارة المال. نصيحته المالية: لما تجيلك إيرادات ما تجريش تدفع الفواتير، ادفع الفواتير من حساب الفواتير بدورها. الميزة في ده إنه بيديك إنذار مبكر على الوضع المالي للشركة. لو مش قادر تدفع الفواتير يبقى أكيد الشركة مش متجهة للربح ولازم تتصرف من بدري. القاعدة الثالثة: ابعد الإغراءات. خلي فلوس الأرباح صعب الوصول ليها، لا كارت ولا دفتر شيكات ولا حساب بنكي أونلاين. القاعدة الرابعة: الإيقاع. نصيحته المالية: خلي إيرادات الشركة تدخل من حسابها الرئيسي للحسابات الفرعية بكميات صغيرة على فترات متقاربة، مرتين في الشهر